السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن تفسير البرق والرعد والصواعق في المنام. البرق في المنام بيدل على الخوف من شيء أو من شخص، وذلك بيحدد حسب الرؤية. فإذا رأيتها في مكان عملك فهو خوفك من شيء قد يحدث لك، وإذا رأيتها في بيتك فهو إشارة لك من خوف من شيء تترقبه أو تنتظره لكي تجد له حل. كما أن البرق في المنام للمسافر خوف وتعطيل، وقد يدل للمقيم في بلده أمان ورزق، وخاصة إذا أعقبه في المنام رعد ومطر. والله أعلى وأعلم. والبرق في المنام إذا رأته البنت العزباء قد يدل على انتظارها لشخص، وتخشى أن لا تكتمل علاقتها معه. فإذا رأت بعده الرعد والمطر فذلك بيدل على سماع الأخبار ثم البشرى الطيبة التي تسر خاطرها من ذلك الشخص. والله أعلى وأعلم. أما الرعد في المنام بيدل على سماع أخبار، فإذا أعقبه مطر فهي بشرى طيبة وأخبار جيدة، وإذا لم يعقبه مطر فهذا بيدل على أخبار لم تعجبك أو قد تكون أخبار تحزنك. والبرق في المنام قد يدل على ظهور شيء كنت لا تعلم عنه أو كان مجهول لك وظهر بعد ذلك، وقد يدل على فرحة قصيرة أو شيء ليس له مدة طويلة. والله أعلى وأعلم. وقيل إن صوت الرعد خصومة وجدال، والبرق والرعد في المنام رحمة إلا إذا رأيت بعدهم صواعق. فإذا رأيت الصواعق حلت على بلد كثر فيها البلاء، وإذا حلت الصاعقة على بيت نزل فيه البلاء، وإذا كان لديهم مريض توفى. لأن الصاعقة تعني الموت، فهي رؤيتها غير محمودة لأنها تدل على العذاب في بعض الرؤى في تفسيرها. والله أعلى وأعلم. والبرق والرعد في المنام قد يدل على تهديد لك من شخص ذو مركز، وقد يدل على التوبة للعاصي، وللصالح خير وبركة يدخلان على بيته ويزيد من ماله، وخاصة إذا أعقبه مطر. والله أعلى وأعلم. وبكده نكون خلصنا تفسير البرق والرعد والصواعق في المنام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.